تخيل كده معايا تصحى في يوم تلاقي العالم كله بدأ يختفي قدام عينيك، ناس بتتصرف بشكل مرعب، جرايم ملهاش تفسير، وأصوات جاية من الضلمة. والكارثة بقى إن اللي ورا كل ده مش بشر، لأ، ده دول شياطين حقيقيين. بس عايزة أقولك إن مفيش حد يقدر يوقف الشياطين دول غير فريق واحد بس. الفيلم ده من أجمد الأفلام الكورية حرفيا اللي ليها علاقة بالخيال، بتدخلك كده في أحداث وحماس مش طبيعي، أكشن تلاقي، رعب تلاقي، ضحك تلاقي، بص من الآخر هتتبسط. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لنا لايك حلو كده زيك ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع الدكتورة جونج، وبتتكلم عن أختها أنسو اللي دخلت في مرض من 5 سنين بعد موت مامتها. وفي الوقت ده جونج بتقرر إنها تعمل لأختها أشعة علشان تطمن عليها. بس هنا بدأ الرعب. أول لما أنسو بتدخل جهاز الأشعة الجهاز بيقف وكل الأنوار بتطفي، ولما الدكاترة كلهم بيحاولوا يفهموا هو إيه اللي بيحصل وبيدخلوا عشان يساعدوا أنسو، بيبدأوا كل الدكاترة إنهم يطيروا وكل واحد يترمي في حتة. والدكتورة جونج هنا بتبقى واقفة ورا الإزاز وخايفة جدا وبتبص على أختها، وفجأة أختها بتقرب كده من الإزاز وبتبص لها بصة مرعبة قوي. بعدها بنروح للمدينة وبيظهر واحد اسمه الرئيس تشوي، وهنا بيدخل المكتب كده وبيسأل عن واحد اسمه باو. وهنا بيظهر بطلنا وبنعرف ان اسمه باو، وهو فاتح شركة لمكافحة العفاريت وطرد الأرواح، وإنه بيقدر يحارب أي قوة شريرة أو أي ظواهر خارقة للطبيعة. وهنا الرئيس تشوي بيطلب مساعدة باو في إنه يلاقي بنته اللي اختفت من فترة ومش عارف هي راحت فين، ودي مش عوايد بنته، وبيقوله إن الشرطة مش قادرين يلاقوها، وكمان اداله آخر مكان بنته كانت فيه. وهنا باو بيطمن الرئيس تشوي وبيقول له ما تقلقش، أنا هخلص لك الموضوع ده وهلاقي لك بنتك. وهنا بنتعرف على فريق المعلم باو، مساعدته شارون اللي ماسكة قسم طرد الأرواح، وكيم المسؤول عن التصوير. في الوقت ده بياخدوا نفسهم كده وبيروحوا يبحثوا عن موضوع اختفاء بنت الرئيس تشوي. على الناحية التانية بنروح للقسم وبنشوف رئيس المباحث وهو قاعد مع واحد اسمه الأب ماركو، وبيشوفوا تسجيل من كاميرات الشارع لمجموعة من الأشخاص بيضربوا وبيقتلوا أي حد في الشارع، وحتى بيقتلوا ضباط الشرطة. والأشخاص دول بيبقى شكلهم مش ناس عادية، تحسهم كده ملبوسين. فهنا الأب ماركو بيقول ايه الرعب ده، هاتولي باو دلوقتي حالا عشان يساعدنا في الموضوع ده. وهنا بنعرف ان باو مشهور جدا في المدينة وسمعته سابقاه. وعلى الناحية التانية بنشوف باو وفريقه وصلوا لآخر مكان كانت فيه سوجين بنت الرئيس، والمكان كان شكله مقرف قوي وكل اللي قاعدين في المكان ده مدمنين. وهنا باو بيفضل يسأل عن سوجين بس محدش عارفها لحد ما بيقدروا يوصلوا المكان فيه حراس كتير كده. وهنا باو بيقول اكيد سوجين محبوسه في المكان ده، فعلى طول بيروح على الحراس دول وباو بيفضل يضرب فيهم كلهم، وبيظهر لنا ان باو عنده قوه خارقه وبيقدر يضربهم بشكل غريب جدا، وبيفضل يضرب فيهم وكل واحد فيهم كان بيطير في حته، وواحد منهم سبحان الله بيطير على باب وبيتفتح. والمفاجاه اننا بنشوف سوجين موجوده في المكان ده، وفي ناس ملمومه عليها وبيعملوا طقوس شيطانيه عليها وعايزين يدخلوا جواها شيطان من اقوى الشياطين، وبيبان كمان على الناس دول انهم مستحوذ عليهم شياطين. وهنا باو بيضرب فيهم لوحده لانه طبعا قوي جدا، وكان بيصور اللي بيحصل ده كله. وشارون بتروح لسوجين وبتنقذها وبتبدأ إنها تحررها من الروح اللي دخلت جواها. وهنا بنشوف شارون عينيها بتقلب بشكل مرعب كده وبتحرر سوجين، وبعد ما بيخلصوا ضرب فيهم باو بيلاحظ إن في وشم محدد على رقبة كل المتحولين، وقبل ما بيمشوا من المكان ده بيولعوا في كل حاجة ليها علاقة بالطقوس السحرية اللي حصلت. وبعد نجاحهم في المهمة دي بيمشوا، وعايزة أقولك إن المهمة دي بالنسبة له كانت أباتايزر، أما بقى المهمات اللي جاية فهي مرعبة أكتر من الرعب نفسه. المهم بنروح الناحية التانية وبنشوف الدكتورة جونج في المستشفى وحاطة أختها في غرفة الحالات الخطرة وربطها في سرير عشان ما تأذيش أي حد، وكمان عشان ما تأذيش نفسها. وهنا بتقرر جونج إنها تساعد أختها، وأخيرا فهمت إن أختها ملبوسة. وهنا بتفتكر كلام الأب ماركو لما قال لها إن أختها فعلا ملبوسة ومحتاجة مساعدة واحد اسمه باو، وكمان بيديها رقمه. في الوقت ده جونج بتعمل سيرش على رقم باو وبتعرف إنه طارد أرواح جامد جدا، فبتقرر تروح له. ولما بتروح له باو لما بيشوفها بيتخض، اصل بطلنا متعود يشوف عفاريت بس مش متعود على البني ادمين. المهم جونك بتكلمه وبتقوله ان اختها محتاجه مساعدته جدا، بس لما بيعرف انها من طرف الاب ماركو بيرفض انه يساعدها، بس هي بتتحايل عليه وبتطلع فلوس كتير قوي وبتقوله هديلك اللي انت عايزه بس ساعد اختي. بس طبعا هو بيرفض وبيقول لها اكيد اختك عايزه دكتور نفسي، فبتقوله من دكتوره نفسيه ومش قادره اعالجها، فبيصر على كلامه وبيسيبها وبيمشي. في الوقت ده جونج بتدي لشارون فلاشة والكارت بتاعها وبتطلب منها إنها تخلي باو يشوف الفيديوهات بتاعت أختها، يمكن تصعب عليه ويوافق. وبعدها
جونج بترجع المستشفى وبتفضل تتفرج على فيديوهات اختها، وبعدين بتبص على اختها في الكاميرات بس مش بتلاقيها، وفجأة بتلاقي اختها في وشها وبرضه بتفضل تبص لها بصة مرعبة وتعمل لها حركات كده غريبة، ولما بتروح لأوضتها بتلاقيها مكانها مربوطة، وهنا بتفهم ان الشيطان هو اللي بيعمل الجو ده. بنروح لباو وبنشوفه قاعد مع كيم وبيرفض يشوف الفلاشة دي، وانه مش هياخد اي شغل جاي من طرف الاب ماركو. وفجأة وهم قاعدين شارون بتظهر وبتكلم باو، بس طبعا باو بيتخض لاني قلت لكم قبل كده ان باو مش متعود يشوف بني ادمين. المهم بيجي ماركو لباو بنفسه وبيطلب منه انه يساعد جونج، وده لانها فعلا محتاجه المساعده، وبيقول له كمان انه ينسى اي خلاف بينهم. طيب هتقولي هو ايه اصلا الخلاف اللي بينهم؟ هقول لك اصبر وما تسبقش الاحداث. المهم بنروح الناحيه التانيه وبنشوف شارون وكيم قاعدين بيتكلموا مع بعض، وبيفتكروا هنا لما باو ساعدهم من 5 سنين من هجوم شيطاني، وانهم هيعملوا زي باو بالظبط ويساعدوا جونج. وفعلا بيبداوا انهم يشوفوا الفيديوهات الموجوده على الفلاشه دي، وبيلاحظوا تغيرات اخت جونج في التحول وحركات شيطانيه مرعبه، وانها بتطير وبتقلب عينيها، وكمان شافوا فيديوهات وهي بتطعن نفسها. وفي نفس الوقت باو بيشوف اخبار وان في ضحايا كتير جدا من الشرطه والمدنيين ماتوا بسبب اشخاص غامضين ومريبين. وفجاه بيدخل كيم عليه وبيقول له على حالة أنسو، فبيقرر باو إنه يشوف حالتها عشان يفهم هو إيه اللي بيحصل في المدينة بالظبط. ولما بيشوف حالة أنسو بيعرف إنها حالة كبيرة من الاستحواذ، وبيلاحظ من ضمن الفيديوهات إن في عامل بريد موجود على رقبته نفس علامة عبدة الشيطان اللي شافها في الطقوس الشيطانية. في نفس الوقت بنشوف جونج وهي قاعدة مع الأب ماركو وبيحكي لها إيه سبب كره باو ليه، وبنعرف إن باو وهو صغير كان عايش في ملجأ، وكان في طفل اسمه جوزيف، وباو وجوزيف كانوا من الأطفال المختارة وبيقدروا من صغرهم إنهم يحرروا الأرواح. بس لما كبروا جوزيف اتحول ودمر كل اللي في الملجأ، وكان كمان هيخلص على باو بس ما قدرش. وباو شايف إن الأب ماركو كان يقدر ينقذ الأطفال وجوزيف، وهو ما عملش كده، وده بقى الخلاف اللي بينهم. المهم في نفس الوقت ده باو بيتصل بجونج وبيقول لها إنه وافق إنه يساعد أختها، وبيروح يقابلها في المستشفى ومعاه الفريق بتاعه، وبيقول لها إن حصل فعلا استحواذ شيطاني على أختك عن طريق عامل البريد، وإنه من عبدة الشيطان. وهنا على طول بيروحوا لأختها في الأوضة اللي محبوسة فيها، وبيبدأ كيم إنه يصور، وشارون بتقعد جنب أنسو وبتبدأ تقصها، بس أنسو فجأة بتفضل تضحك وفجأة بتقف وفجأة بتختفي من قدامهم. ولما بيقوموا بيشوفوا الكاميرات بيلاقوا أنسو بتخرج من باب المستشفى بعد ما بتسيطر على الأمن. وعلى طول جونج بتجري تلحق أختها وهي في نص الطريق في الشارع، وقبل ما عربية نقل كانت هتخبطهم بيجي باو بعربيته وبينقذهم. بعدها على طول شارون بتقول لازم نبدأ الطقوس دلوقتي حالا في المكان اللي بدأ فيه الاستحواذ، وهو بيت أنسو وجونج. بيروحوا البيت وبيجهزوا البيت كله بالكاميرات وعملوا دايرة مقدسة وبيقعدوا أنسو في النص، وباو بيطمنها وبيقول لها ان كل ده هيخلص. وفي نفس الوقت شارون بتتكلم مع جونج وبتفهمها انهم هيمروا ب6 مراحل لطرد الشيطان، وان لازم يعرفوا اسم الشيطان عشان يقدروا عليه، وبتنبه جونج ان مهما حصل ما تتدخلش. وهنا بتبدأ اول مرحلة في عملية الطرد، وهي محاولة انهم يعرفوا اسم الشيطان. وفعلا شارون بتبدأ تسأل أنسو عن اسم الشيطان، بس طبعا ما بتقولش، فبتدخل في المرحلة التانية وهي الخداع. وهنا الشيطان بيطلع كل قوته، وفعلا أنسو بتتحول وبتكسر المراية اللي في ايد شارون، وبيبان ان الشيطان ده قوي جدا. وفي نفس الوقت بيدخل عليهم عبدة الشيطان وبيحاولوا انهم يوقفوا مراحل الطرد دي، بس بيحاول باو انه يوقفهم وبيفضل يضرب فيهم. وفي نفس الوقت بتحصل المرحلة الثالثة، وهي ان أنسو بيغمى عليها والشيطان بيحاول يستحوذ على جونج، بس شارون بتقدر تنقذها وبتقول ان في حاجة في البيت مخلية الشيطان بالقوة دي. وفعلا بيبدأوا يدوروا في البيت كله وبيلاقوا رموز شيطانية كتيرة جدا، لكن باو بيحاول انه يدمر الحيطان اللي عليها الرموز دي. بعدها بيروحوا لأنسو بيلاقوها دخلت في المرحلة الرابعة، وهي إنها بتأثر على كل واحد من خلال ذكرياته المؤلمة. وبدأت بباو وبتقوله إن هو السبب في موت أطفال الملجأ ولازم يموت زيهم. وفجأة بيظهر قدام باو كائن غامض، فبيحاول باو إنه يخنقه، بس فجأة بيفوق وبيلاقي نفسه كان بيخنق شارون، وفي آخر لحظة بيقدر إنه يبعدها عنه. وبعدها أنسو بتحاول تأثر على شارون نفسها، بس طبعا مش بتعرف، وشارون بتقدر إنها تكمل طقوسها. بس أنسو لما بتلاقي انها مش عارفه تسيطر على حد راحت جابت الحلقه الضعيفه اللي فيهم اللي هي جونج، وفعلا بتقدر انها تاثر على اختها جونج وبتقول لها انقذيني من الست دي اللي هي شارون. وعلى طول جونج بتدخل دايره الامان وبتكسر الدايره، وهنا الشيطان بياخد قوه اكبر، وفي اللحظه دي بيدخلوا في المرحله الخامسه. فبتبدا أنسو انها تضرب فيهم كلهم وبتجري على الحيطان وبتطير وبتقول بصوت الشيطان ان خلاص قدر يستحوذ على جسم أنسو كله. في الوقت ده
باو قرر انه ينزل تحت البيت ويدور على اي حاجه تساعده في السيطره على الشيطان ده، وفعلا بيلاقي باب بيوصله لتحت البيت، فبينزل وبيكتشف مجموعه من عبدة الشيطان وبيعملوا طقوس عشان الشيطان يستحوذ على انسه. وفي الوقت ده بيفضل يضرب فيهم وبيتصف في كتفه، بس بيكمل ضرب فيهم وبيقدر عليهم كلهم. وبعدها بيطلع البيت تاني، وهنا بيلاقي ان شارون مغمى عليها وانسو واقفه بتقول بصوت الشيطان ان كده خلاص استحوذ على العالم كله وانه هيتغذى على الاطفال، وكان بيقول خطته كلها. وفي الوقت ده شارون بتسمع اللي قاله وبتفوق على طول. وهنا وصلنا للمرحله السادسه، وهي ان احنا عرفنا اسم الشيطان. شارون في الوقت ده بتقول خلاص عرفت اسمك يا شيطان اكل الاطفال، وبتقول اسمه اللي هو مالوك. وفعلا اول ما شارون بتقول اسم مالوك انسو بتبدا تطير وازاز الشبابيك كلها بيتكسر، وبيحاول الشيطان انه يسكت شارون، بس في الوقت ده بتتفتح بوابه الجحيم والشيطان بيتسحب لبوابه الجحيم دي، فبيقول انا هروح للجحيم بس والله لا اخد انسو معايا. بس جونج في الوقت ده بتمسك في اختها بسرعه قبل ما تتسحب لبوابه الجحيم، وعلى طول باو بيحاول يلحقها بس مش بيقدر وبيتضرب ضربه تخليه يقع، وعلى طول كان بيتصرف وبيربط نفسه بحبل وبيربطه في الباب وبيحاول انه يسحب انسو، بس الباب بيتكسر، فعلى طول بيقدر باو انه يلحق الحبل قبل ما يسحبهم، وبيقدر انه يبعدهم عن بوابه الجحيم، وكمان بيقدر انه يقفل بوابه الجحيم. وشارون في نفس الوقت كانت بتكمل طقوس التحرر، وفعلا بينجحوا وبيحرروا انسو، وبكده يكونوا خلصوا المهمة بنجاح زي ما دايما متعودين. وتاني يوم بنشوف باو وفريقه وهم في قاعة كبيرة مليانة عبدة شيطان، والرؤساء بتوعهم واقفين بيعملوا طقوس. وهنا باو وفريقه بيبدأوا ينهوا على كل عبدة الشيطان، وباو بيعافر لحد ما بيوصل للراس الكبير. وهنا بيخلص الفيلم بعد صراع ورعب ومغامرات. لو وصلتوا لنهاية الفيديو حلو قوي، اعمل لنا بقى لايك واشتراك في القناة وشير الفيديو مع أصحابك وقول لنا رأيك في التعليقات، وأشوفكم على خير.